الشقة بتأجرها مفروش ولا مش مفروش؟ ولو مش مفروش بتفرشها منين؟ وبتشتري بكام؟ ومدة قد ايه؟ وكام الحاجات اللي انت تكلفك كام؟ يعني الحاجات اللي هتفرشها فيها. اي شقة هنا في امريكي ما تبقى فيها تلاجة، غسالة، مجفف، بوتاجاز، مايكروويف. تمام، دي حاجات اساسية هنا في امريكا لازم يعني. انت عليك بقى طبعا الباقي، الانتريه والغرفة نومك والحاجات دي يعني. تجيبها منين دي؟ طبعا عندك كذا وسيلة. في معارض، تمام، بس غالية الأسعار بتاعتها شوي. وفي ممكن تجيبها من على الفيسبوك مستعمل استعمال نظيف. وفي ممكن تجيبها برضه اونلاين من على امازون وغيره. فكل الفرص متاحة قدامك، فيه الغالي وفيه الرخيص، انت اللي تحدد. انا مش هقدر اديك رقم معين، وعلى حسب انت الفرش اللي هتفرشه هتفرش ايه بالظبط. فالحتة دي الكماليات بتاعت الشقق دي هنا بسيطة، خلي بالك مش صعبة يعني. تقدر يجيبها فري كمان لو حابب. بس طبعا هي انت لو عايز تفرش جديد هتكلفك شوي المعارض زي ما قلت لك. وتقدر تجيبها على كريدت، عندك كذا وسيلة. الحاجات دي في امريكا سهلة مش صعبة. وربنا يوفقكم. بس عشان اقول لك سعر معين مثلا او تكلفة معينة ما اقدرش احدد لك صراحة. تحياتي ليك.